السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي ويانج أفريقيا كان ماتش حلو. الأهلي خد اللي هو عايزه من الماتش. اللعيبة ما تعبتش نفسها قوي. 2-0 مرتاح، تصدرت المجموعة بتاعتك، فرقت 3 بونت عن يانج أفريقيا. هتروح تقابل يانج أفريقيا الأسبوع الجاي وأنت مرتاح نفسيا نوعا ما. 2-0 برضه نتيجة مش قليلة. نتكلم على شويه لعيبه انا حاسسهم مش قادرين يجروا. واحد زي زيزو دوت، يعني علامه استفهام كبيره جدا على زيزو. انا مش فاهم في ايه. لعبت في مكانك وبرضه مفيش اي حاجه، مفيش اي مردود. تريزيجيه، على فكره تريزيجيه اللي عمله في الماتش كله هو الكورتين اللي جابهم جول. واحده طلع بدماغه والتانيه امام عاشور طبعا مايسترو فنان. هو اللي يعني بيلعب بروح شويه. على فكره يا جماعه، مروان عثمان ده هيبقى فرده تقيله جدا في الاهلي. مروان عثمان لعيب كويس قوي، بيعرف امتى يروح امتى يستلم. لعيب لسه هياخد على التيم. محمد هاني 10/10. مصطفى شوبير طبعا لا يعلى عليه 10/10. يا ريت نعتمد عليه في البطولة دي لغاية النهاية. نعتمد عليه شوية بقى وندي للشناوي وقت ان هو ياخد نفسه. وطبعا الخط الدفاع كان كويس. خط الوسط ديانج لا يعلى عليه طبعا ديانج. مروان عطية. بس يا ريت بقى ندي اللعيبة اللي نفسها في الملعب شويه. اللعيبه اللي كانت في المنتخب اكيد تعبت. يا ريت نعتمد بقى على حسين الشحات، بن شرقي، جراديشار. اللي مش عارف فيه سوء توفيق معاه غريب جراديشار. كور سهله جدا ومش هو بيحط وش رجله مظبوط، بس في حاجه غلط. لازم يتمرن شويه كتير على الفينش. ان شاء الله الماتش اللي جاي هيبقى هناك في ماتش ما بينهم، هيبقى في الدوري. بس ان شاء الله اللي جاي احلى والاهلي فرق وتصدر المجموعه. سلام.